السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل وصفة عشاء أو فطار بالبطاطس، لا هتسلقيها ولا هتقليها ولا هتتعبي نفسك فيها، وبأقل زيت هتعمليها. وصفة عشاء إنما جميلة جدا جدا وطعمها لذيذ جدا جدا. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي. أول حاجة بتجيبي أي حباية بطاطس أو حبتين بطاطس. أنا كان عندي بطاطس من اللي هي الحجم الصغير دوت، قطعتها كده شرايح رفيعه خالص اهو زي ما انت شايفه، اتخن من الشيبسي شويه. تمام كده اهو. يا ريت لو وصلت معايا لحد هنا وما اشتركتش في القناه، يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناه واللايك والشير وتفعيل زر الجرس. هنا في طاسه بقى على النار حطيت بس معلقتين من الزيت او قطعه من الزبده لو موجوده عندك. تمام، نسيب الزيت بتاعنا يسخن، وبعد كده بنرص البطاطس بتاعتنا كده زي ما انت شايفاها اهو. ما بتاخدش منك وقت وبتنجزي بيها وطعمها جديد ولذيذ. انا حطيت طبعا باقي كميه البطاطس هو عادي خالص، لان انا كده كده هرجع تاني اقلبها عشان تتحمر او تخش في مرحله سوا قبل بقيه المقادير اللي هنحطها عليها. بعد كده حطيت عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر، وهغطي عليها واسيبها شويه، وبعد كده اهو رجعت لها قلبتها تاني. شايفه احمرت من غير زيت، مفيش يعني ما يجيش معلقه ونص من الزيت. تمام كده. الزيت طبعا سعره ولع نار، وربنا يستر علينا جميعا يعني في الغلاء اللي احنا عايشين فيه دوت، يعني حاجة صعبة. ربنا يستر يلطف بينا جميعا يا رب بجد. يعني كل ساعة الأسعار بتزيد كل ساعة. الحمد لله على كل شيء. شايفة هي دخلت اهي في مرحلة التحمير شوية، بس طبعا لسه مستوتش شوية، فأنا بسيبها تستوي وبعد كده بروح أكمل بقية المقادير بتاعتي أجهزها. بعد كده يا ست الكل بتجيبي قرنين من الفلفل، حامي او بارد براحتك خالص. تمام. انا طبعا كنت معتقده ان هو حر، طلع مش حر ولا حاجه عشان انا بحب الاكل الحراق. المهم بتقطعها قطع صغيره كده الفلفل زي ما انت شايفه اهو. تمام كده. بعد كده جبت قرن فلفل حلو اللي هو الاحمر اهو. اي فلفل مش شرط خالص الالوان، يعني زي ما انت شايفاني كده بقى. الفلفل بصراحة عامل ميكس مع البطاطس مع بقية المقادير، ميكس جميل جدا جدا. خلاص قطعتها مكعبات اهو. هجيب بقى حبايتين من الطماطم وبرضه هقطعها مكعبات زي ما انت شايفاني بعمل كده اهو. مفيش اسهل من كده اهو. صلاتوا بينا بقى على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص كده. وعندي هنا 3 حبات من البيض او حبتين من البيض. البيض بتاعي صغير. بعد كده نزلت عليهم بظبطي بقى الملح بتاعك، رشة ملح اهو عشان اظبط الملح بتاعي. تمام كده اهو. وبعد كده حطيت رشة من الفلفل الاسمر، ما كترتش لان احنا كنا حاطين على البطاطس قبل كده. وبعد كده عندنا رشة من الكمون. انا كنت اتلخبطت في الكمون وبهار تاني اهو. وده الكمون بتاعنا. ورشة من الكزبرة الناشفة. ومعلقة من البابريكا. طبعا البابريكا اختياري. رجعنا بقى للبطاطس بتاعتنا اهي، خلاص دخلت في مرحلة النص سوا. هقوم صبة الخليط بتاعي عليه اللي هو البيض والفلفل والطماطم. طبعا انا كنت قلبته مع بعضه اهو. وهقوم فرداها على البطاطس عشان نسيبه بقى ونغطي عليه ونسيبه يستوي هو كمان، عشان لسه في اخر تكة هنعملها في الاخر اهو.
نغطي عليها بقى ونسيبها تستوي معانا. خلاص هي بدأت تستوي اهي. اخر مرحلة عندي اي نوع جبنة عندك موجود في البيت وبشريح عليه شيدر، موتزاريلا، ميكس من ده على ده، رومي، حطي عليها مش هيضر وهبتديكي طعم ونتيجة هايلة جدا جدا. انا كان اللي متوفر عندي الجبنة الموتزاريلا. نغطي بقى عليها ونسيبها كمان دقيقتين 3 ونقدمها ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. خلاص هي استوت معايا وده شكلها من تحت. انا قلبتها على الجهة التانية وده شكلها من تحت اهو. وده لما كانت في الطاسة قبل انا مقلبها. المونتاج جاي متلخبط معايا شوية، معلش اعذروني. خلاص وده طبق التقديم. ويا ريت لو الوصفة عجبتكم بقى ما تنسونيش بالدعوة حلوة من قلبكم واللايك والشير والاشتراك في القناة طبعا اهم حاجة. وعشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شايفة جمالها مستوية وكانت جميلة جدا جدا وبتخلص معاكي في دقايق، ولا تتعبي نفسك ولا تحتار. ناخد بقى ندوق بقى يا جماعة. يلا اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.